عندما ذهبت لأول مرة لأمريكا عندنا مؤتمر، وكنت في المطار وكان قدامي رجل وزوجته. المهم جاء الدور على الرجال ودوه الكاونتر حق جوازات له، وأنا وقفت وراء المرأة. المهم جاء دورها عند الرجل. المهم راحت المرأة، وكانت المرأة متغطية تماما. قال لها اكشفي وجهك. قالت له ما اكشف وجهي، أنت لك الحق أنك تشوفني، لكن مدام فيه امرأة زميلتك هناك أروح عندها تشوفني. قال لا أنا اللي أشوفك. قالت لا، أنا لا يمكن تشوفني أنت وفي امرأة ثانية، حتى لو ما دخلت أمريكا، حتى لو ترجعني نفس الطيارة اللي جابتني. فجاني شيء من الفخر. الرئيس حق الفترة ذي ظهر شاف أن القضية فيها شد وكلام، جاء فسألها، وكانت الامرأة تتكلم إنجليزي بطلاقة. فسألها قال إيش المشكلة؟ قالت هذا الرجال كذا وكذا وكذا، وأنا قلت له ما دام في زميلها لك جنبك هنا خلها تشوف وجهي، لكم حق انكم ترون وجهي، بس ما دام في امرأة ما اكشف وجهي للرجل، وهذا ديننا وهذا ربي قال كذا. فقال لها انا متأسف، وطرد ذا، قال اقعد في مكتبي اتفاهم انا وياك، وتأسف منها. ختم لها جوازها وراحت معززة مكرمة. أخواني والله أثلج الله صدري بهذه القصة.